السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وسعادة وراحة بال. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله عدد كمال الله وكما يليق بكماله كما وكيف. اهلا بكم حبايبي في قناة الاكل احلى مع ولاء. النهارده اتفاجئ يا جماعه، اروح اجيب طحينه يقول لك كيلو وعليها عرض كمان ب 150 جنيه. يا نهار ابيض، ليه يا جماعه كده؟ ده انا اجيب ب 20 جنيه سمسم مش متحمص، واعمل كيلو طحينه في البيت يا جماعه. اوفر لي واحسن لي وانضف 100 مره من بتاعه المحلات. تعالوا بينا يعني بذمتكم، ده سعر ده وبيقول لي كمان عرض كمان. تعالوا بينا كده نسمي الله ونشوف طريقة الطحينة اللي هنعمل من كوباية السمسم دي. تمام، هنعمل منها احلى طحينة وهنعمل كمية رهيبة من الطحينة. تمام. عندي هنا ايه يا جماعة؟ عندي السمسم ده، عندي كوباية من السمسم. السمسم ده مش متحمص. تمام. وعندي كوباية من الدقيق، دقيق نخلاه زي الفل. وعندي كوباية من الزيت. تمام كده، تمام وزي الفل. حابة تضيفي لها سوداني، مفيش مشكلة، ممكن تضيفي حبة سوداني. ما انتش حابة اللي يريحك. تمام. اول حاجة هنعملها بقى، هنحط طاسة على النار وناخد السمسم بتاعنا ده نديله تحميصة. زي ما انتوا شايفين السمسم بتاعنا مش متحمص، هو والدقيق طبعا. تمام. الطاسة عندنا سخنت، بسم الله. هنروح منزلين كوباية السمسم الاول. نبتدي بقى نحمص ايه السمسم بتاعنا ده يا جماعه اهو. مش نحمصه يعني، يا دوب ان يسخن نطلع الايه ال- 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 نطلع الرطوبه منه بس مش اكتر يعني. ماشي، انه يا دوب بس ايه يسخن معانا كده. مش تحميصه من اللي انتوا عارفينها. تمام. مجرد ان هو يسخن كده اهو واحس ان هو سخن في ايديا. تمام. هبتدي انزل بالايه بالدقيق زي الفل. خلاص كده سخن معانا، بسم الله ما شاء الله. هبتدي انزل بايه بالكوبايه الدقيق اخرى. نديها تحميصه كده او برضو نطلع الرطوبه منها. مجرد ان الدقيق برضو يسخن كده مع السمسم. تمام زي الفل. ولقيت لكم كمان ايه حبه سوداني، هما مش كتير بس مش مشكله، هيدوا برضو ايه ريحه ونكهه للطحينه حلوه قوي. سوداني يا جماعه. تمام اهو زي الفل زي الفل. نشوف بقى الدقيق الاخر سخن معانا زي الفل. نطفي بقى البوتاجاز وهنروح جايبين الكبه بتاعتنا. تمام اهو. وهنروح ايه حاطينها كده، بسم الله. تمام. نحط كل الكميه زي الفل اهو كده زي الفل. ونضربها ايه الاول. بصوا بقى بعد ما ضربنا الدقيق مع السمسم. تمام شايفين اهو اتطحنوا كويس قوي يا جماعه. عايزه اقول لكم بقت ناعمه جدا. بصوا كده بسم الله ما شاء الله. بصوا ناعمه خالص ازاي اهي. هنعمل ايه بعد كده؟ فاضل عندنا ايه كوبايه الزيت. طب كوبايه الزيت هنعمل ايه؟ هنقول بسم الله. هنشغل برضو كده، نقفل دي الاول بسم الله. والكبه شغاله هنشيل بقى الغطا ده. تمام. ونبتدي يا جماعه والكبه شغاله ننزل ايه بصوا سرسوب صغير كده من الزيت، حبه بحبه صغيرين كده. الموضوع ده يا جماعة مش هيخلي عندنا الطحينة تفصل خالص. تمام. حبة بحبة كده لحد ما تخلصي كوباية الزيت اللي عندك. تمام كده. وادي الطحينة بتاعتنا بسم الله ما شاء الله. واعتذر منكم يا جماعة، انا ما حبيتش اضرب معاكم عشان الصوت ما يعملكوش دوشة يعني. تمام. شايفين القوام بتاعها بصراحة جميل جدا. عندي بقى البرطمان. تمام. هبتدي انزل ايه الطحينه بتاعتنا في قلب البرطمان. البرطمان ده نضيف ومتعقم يا جماعه زي الفل. تمام. هبتدي ان انا ايه انزل الطحينه بتاعتنا في قلبه. بسم الله. بصوا القوام اهي. شايفين القوام بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بجد يا جماعه تحفه تحفه بجد. شايفين صراحه زي الفل. بصوا بقى الطحينه بتاعتنا يعني كوبايه واحده بس من السمسم عملت لي الكميه دي. والقوام بتاعها بصراحه يا جماعه تحفه، بصراحه جميل اهو. شايفين القوام بتاعها زي الفل. تمام كده. ولسه كمان هتتقل، ده هي كمان سخنه يعني ايه مكان الضرب وكده. بصوا
الطريقة دي عمر الطحينة بتاعتك ما تفصل منك ابدا. بصراحة طريقة هايلة وممتازة. انا نقلتها هنا عشان تبقى باينة في قلب الطبق اكتر يا جماعة. شايفين الجمال؟ ولا الحوجة بقى اللي جشع التجار يا جماعة، اعمليها في البيت انضف واحسن واوفر 100 مرة. بصراحة هي كوباية ايه؟ كوباية سمسم واحدة بس، مع كوباية الدقيق وكوباية الزيت، هتعملك كمية حلوة جدا جدا. وتشيليها في البرطمانات، في البرطمان عندك، وقت ما تعوزيها بتلاقيها. يا رب يكون الفيديو بتاع النهاردة عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.